انت بهيج بهيج يا اسطى، يعني هيجان. ما هو لما تبقى قاعد في المواصلات وقاعد بتلعب في عضوك الذكري على واحده قاعده جنبك، يبقى انت بهيج. لما تشوف واحده ماشيه في الشارع فتقرر انك تلمس جسمها بدون وجه حق، تبقى بهيج. لما تفتح الفيسبوك وتدخل للبنات في الخاص وتبعت لهم صوره بتاعك وتعرض عليهم انهم يناموا معاك بدون مقدمات، تبقى انت بهيج. والفرق هنا بينك وبين اي كائن حي بتسوق غريزته تلاشى خالص، وبقيت مجرد عضو. واي واحده ست في الدنيا هتشوفك على راي الاستاذ سيف الخديوي عيل ملش. واي فعل من الافعال اللي احنا قلناها دي يا شيكس ولا لا انت مش شيكسي، اسمه تحرش. والافعال دي بسببها مصر بقت من اكتر الدول في العالم اللي عندها تحرش، لان لو في 10 بس بيشوفوا الفيديو ده دلوقتي، في 7 منهم على الاقل متحرشين. وما تنكرش عشان انا لو دورت وراك هلاقي عضوك منور في انبوكس البنات كلها. مفيش اي علاج ممكن يكبر حجم العضو حتى الهرمون الذكري. فبص بقى، قبل ما تدي لنفسك مبرر او حتى تقعد تشتمني وتقول لي يا عم انا ما عملتش الكلام ده والحوار ده مش هيحك فيا، اسند ظهرك بقى كده وتعالى انا وانت نفكر لها. معلش بس وقبل اي حاجه كده يا جماعه، الناس كلها عماله تقول لي التدخين والدخان السجاير وده مش احترام. طب بص يا سيدي، السجاير دي مش قله احترام خالص، عادي جدا. انت مش ابويا، فاهم حاجه؟ الوحيد اللي في الدنيا اللي ما بشربش سجاير قدامه. بحاول يا شيكس وحاول يا شيكسه تتعاملوا مع الموضوع ان هو شيء عادي، فاهم؟ انا ما بنفخش السجاير في وشك، يعني مش قاعد جنبك، فاهم؟ خلاص اتفقنا؟ هولع سيجاره ماشي؟ يلا. تخيل نفسك معايا كده ست. معلش انا عارف ان مجرد تخيل الامر بالنسبه لك شيء صعب جدا، وان دي حاجه فيها اهانه كبيره جدا لذكورتك اللي محدش حاسس بقيمتها غيرك انت بس دي. بس معلش تخيل معايا انك ست مثلا، واحده ما بتعملش اي حاجه في حياتها غير انها عايزه تعيش زيها زي الرجاله بالظبط، ويبقى عندها فيسبوك وواتساب وانستجرام والحاجات اللي انت عارفها دي، تفتح سوشيال ميديا يعني، او حتى تنزل الشارع وتركب مواصلات زيها زي الرجاله عادي، او حتى تدرس وبعدها تشتغل ويبقى عندها كارير وحياه ودنيا وتنجح. بس عارف كل ده بقى شيء صعب جدا، ممكن يكون مستحيل كمان، لان خد عندك في اهلها اللي رافضين انها تتعلم اصلا، واخوها الكبير الذكر اللي منعها من انها تفتح الفيسبوك. ولكن خلينا نتخيل كده بشكل ما البنت دي قدرت تعمل كل ده بعد معركه كبيره فشخ، وبقى عندها فيسبوك، فيطلع لها واحد كده شاف صورتها فعجبته فقرر انه يتحرش بيها، يا اما بقى عن طريق الكلام او المغازله بدون سابق انذار، او بطريقه تانية لما ما يلاقيش منها رد فعل فيقرر انه يعرض عليها انها تنام معاه فترفض، وده العادي يعني. وفي موقف زي ده طبيعي انها هتقول له انك قليل الادب، ده اما ثبتلوش يعني. هنا بقى المعلم بتاعنا قرر ينزل بالتقيله، وهي عضو الذكري، على اساس يعني ان البنت اول لما تشوف بتاعه اللي هو شايف انه قد ايه جميل هتريل، وهتقول له مش قادره انت ازاي جامد جدا كده، فتبعت له اللوكيشن وتفتح له الباب وتقعد مستنيه على السرير زي محمد هندي في فيلم جانا بنات التالي كده بالظبط، وتقول له يا خراشي وكمان راس حربه. هو انا ناقصه؟ ما تفهمش هو جايب الخيال ده كله منين، وجايب الثقه العمياء في عضو الذكري دي كلها منين. بغض النظر يعني ان 70% من الرجاله في مصر عندها ضعف عام، وده مش كلامي والله، ده كلام احصائيات. بس خلينا نسال السؤال المهم، هو انت كده يا معلم مش بهيج؟ طيب يا سيدي تعالى نشوف بنت تانية مثلا بتروح شغلها او بتروح جامعتها كل يوم، ولنفترض ان هي مش محجبه، بنت بشعرها بس لابسه لبس مقفل على حسب معايير المجتمع اللي انا مش فاهمها لحد دلوقتي دي. بس خلينا نقول البنت لابسه لبس مقفل بليزر وبنطلون وقميص والدنيا زي الفل. هل بقى البنت دي محدش هيتحرش بيها؟ طب هل كل يوم هتنزل فيه من البيت هترجع تاني بامان؟ الاجابه طبعا لا. ليه بقى؟ لان في واحد اخو الشخص بتاع الفيسبوك اللي لسه باعت بتاعه من شويه ده، شكله ما يعلم بيه الا ربنا، لابس بنطلون ترنج بيسميه بنطلون ميلتون، على تيشيرت استراس في عز الظهر، على شبشب موتلف، على شراب ابيض، وراكب المواصلات وبدا انه يحك في الستات زي المشهد بالظبط اللي شفناه في فيلم 6 7 8. انما دلوقتي بقى الموضوع تطور جدا وبقى في رجاله كبيره طول بعرض بارتفاع، في منهم كمان عواجيز، مش بس بيقرر انه يلمس جسم بنت، لا ده بيطلع بتاعه في الميكروباصات على اساس ان هي يعني هتلعب له فيه وكده، وده عشان هو جامد جدا والبنت مش تقدر تقاوم مدى فحولته المفرطه. تحس كده ان هم لما بيتفرجوا على بورن بيخش على الكاتيجوري بتاع اللي هو بورن ان بابليك ده، يلاقوا ان ده بيحصل عادي بره فيقول لك الله ده بيحصل عادي فممكن يحصل معايا هنا، فيطلع بتاعه على طول. طب تعالى بقى نتخيل ان البنت دي قدرت تفلت من محاوله التحرش تحت الفيسبوك، وفلتت من التحرش في الشارع من الشاب اللي لابس استراس الساعه 12 الظهر في الشارع، وفلتت من الراجل الكبير العجوز اللي خارج من مواقع البورن ده، ووصلت شغلها بامان. هل بقى وهي هناك مش هتتعرض للتحرش؟ يعني مفيش حد هيضايقها؟ اكيد لا طبعا. يعني هل مديرها مثلا هيسيبها في حالها؟ طب هل زميلها اللي في الشغل مش هيحاول يقتحم مساحتها ويسالها اسئله هي مش عايزه ترد عليها؟ الاجابه طبعا لا.
وده بقى كان السبب في ان قانون العمل الجديد اتحط فيه بند مخصوص للتحرش، وفي عقوبات رادعه لاي مؤسسه او شركه في مصر الستات فيها بيحصل لها تحرش او تنمر. هيجي واحد ناطع كده يقول لي ما هو ده اخره الرجاله اللي بتنزل زوجاتها وبناتها واخواتها الشارع، وزي ما قال الشيخ الدكتور اللي كلنا عارفينه، اي واحده هتنزل الشارع بدون سبب قهري فهي كده بتصير الرجاله، فانا بقى هشيله على كتفي وانزل اتحرش عشان تبقوا تسمعوا كلام الشيخ. فاحنا بقى المفروض نقعد الستات في البيوت، ما يتعلموش، ما يشتغلوش، ما يبقاش عندهم اكونتات على السوشيال ميديا، عشان خاطر ايه بقى؟ عشان خاطر نحمي الرجاله من الفتنه اللي بتسببها الستات ليهم اول لما بيشوفوهم، حتى لو كانت الستات دي منتقبات. ايوه حتى المنتخبات بيتحرشوا بيهم، سواء في دوله زي مصر او دوله عربيه زي السعوديه او حتى دول اسلاميه متشدده زي افغانستان. ويبقى المشكله هنا بس في الستات، ويقول لك انت بتدافع عن المراه ليه؟ يا جدع اسكت بقى. يعني البنت لابسه واسع او ضيق، مكشوف او متغطي، حجاب او بشعرها، نقاب او بدله راس، اتكلمت او لا، ايديها باينه او متغطيه، ايا كانت البنت ومهما كان شكلها ولبسها، هي برضو السبب ان الرجاله تتحرش بيها ولا يتحرش بيها ولا ياخدها في اي خرابه اي مكان بقى اللي هيعمله مش شغلانتنا يعني. يبقى ده راجل ليس محترم وخالف الشرع الشريف. ايوه بس الست دي مقصره، انا عارف ان هي مقصره وعارف ان هي غلطانه وعارف ان لبسها ده كان سبب في اثاره غريزه الانسان ده. اما بره برضه في دول اوروبيه واجنبيه ومدن زي دبي مثلا ما بيحصلش فيها كم التحرش اللي بيحصل في دوله زي مصر. لان ببساطه الناس دي عندها حاجه بديهيه جدا كده وترى بالعين المجرده، وهي الحريه واحترام القانون، حريه اللبس والمساواه بين الراجل والست بجد. وكمان الرجاله هناك ما عندهمش العقد النفسيه اللي موجوده عندنا هنا في مصر، لان ايوه شخص متحرش من دول بيبقى عنده عقد نفسيه وعنده مشاكل نفسيه قد كده، زي انه مثلا ضعيف الشخصيه او عنده احساس بالنقص. اغلب المتحرشين هتلاقي عندهم احساس داخلي كده بالفشل، خصوصا في العلاقات. قول على دماغي اقعد، حقك على وقصه على دماغي، لا مالكش دعوه بيها عشان تتعلم الادب. هو ما عندوش ثقه في نفسه خالص، وبامانه عنده حق، دي مش خلق حد يبص لها. وانه مثلا كمان ممكن يكون عنده اضطرابات نفسيه، زي مثلا اضطراب الشخصيه المعادي للمجتمع، واكيد هتلاقيه اتربى غلط، واتربى على ان الرجوله هي السيطره والقوه، وما اتعلمش حاجه اسمها احترام المراه. ايوه هو اتربى على انها كائن درجه تانية وممكن ثالثه كمان. وفي بقى رجاله ممكن يكون حصل لهم تحرش من وهم صغيرين، فده عمل لهم صدمه وجاب لهم اضطراب ما بعد الصدمه. وانا صغير كان الاستاذ بتاعي بياخدني في حته مقطوعه اسمها المواسير، وكان بيغتصبني جامد قوي. فبقى عايز يكرر الصدمه دي تاني كنوع من انواع تفريغ الغضب في الاضعف منه، سواء بقى على ستات، على رجاله، على اطفال، او حتى حيوانات. والله المهم ان الكائن ده يكون اضعف منه وما يقدرش ياخد معاه رد فعل. وسيبك بقى من ان اغلب المتحرشين بيعانوا من مشاكل نفسيه، في مشكله تانية كبيره جدا، وهي ان كل المتحرشين عندهم كبت جنسي. في كتير منهم جدا اتربوا في بيئه كلها قواعد صارمه جدا في التعامل مع الجنس الاخر، وكمان افكار زي عيب وغلط وما يصحش وحرام والحاجات دي كلها. انا ما بقولش ان الحاجات دي غلط لا سمح الله عشان ما تودنيش في داهيه، لكن ممكن الافكار دي وصلت للشخص ده وهو طفل او مراهق بشكل عنيف حبتين او بطريقه مش مناسبه. ايه ما تحس بينا شويه، بحس بيك يا اخي. مين فينا اللي بيكذب دلوقتي؟ اخلص يا ولد. فعملت عنده كبت جنسي. على ما افتكر يعني كده كنت سمعت زمان تصريح للاستاذه ايناس الدغيدي، ورب ما اكونش غلطان فيه، بتقول ان الكبت الجنسي بيحصل بشكل عام اسبابه بتكون من عند المدرسه، لان احنا اتعودنا ان الاطفال من ذكر وانثى بيبقوا مع بعض في المدرسه وفي الحضانه، ولكن بيجوا في مرحله ثانيه زي اعدادي او ثانوي بيتفصلوا عن بعض تماما، كل واحد فيهم في مدرسه للذكور ومدرسه للبنات، وهنا بيحصل جاب غير مفهوم خالص بين الجنسين. وهنا انت كمان غسيت في دماغهم بشكل غير مباشر ان وجودهم مع بعض في مكان واحد عيب وحرام وما يصحش، وده شيء ممنوع يحصل. وانت عارف الانسان الممنوع مرغوب، فده خلق مشاكل كبيره جدا في التواصل بين الطرفين، خصوصا في مرحله مهمه وحساسه زي المراهقه. فايه بقى هي اكتر حاجه ممكن تخليك متحرش يا متحرش؟ هي ان مفيش قانون رادع وعقاب مؤثر واضح على اي حد بيتحرش، خصوصا لما يحصل حاله تحرش في الشارع. البنت يا عيني بتبدا تصرخ وتقول يا جماعه الحقوني ده لمس جسمي، امسكوه عايز ياخد حقي، فالناس تهربه وتقول لها معلش يا بنتي اصل مستقبله هيضيع. يا جدع مستقبله هو مهم، لكن المشاكل النفسيه اللي البنت هتتعرض لها بعد كده بسبب ان الناس هربته وازمه الثقه اللي هتيجي عندها عادي مش مهم. انت بنت عايزه الثقه في ايه يعني؟ مش فاهم. ثم نفسيه ايه يا بنت انت؟ احنا هنهزر ولا ايه؟ المهم هو مستقبل الواد اللي نهش حته من لحمك ده، مع ان اللي عمله ده فعل شنيع ويستحق انه ياخد بالجزمه في الدنيا ويتفشخ. ده كله كوم بقى، والتحرش بتاع العين ده كوم تاني خالص، انت بتاكلها بعينك.
مش بتبص لها. وصدقني الست بتقدر تفرق ما بين اللي بيبص لها بتحرش واللي بيبص لها باعجاب. في دراسه عملتها هيئه الامم المتحده للمراه سنه 2013 بتقول ان 99.3% من الستات في مصر اتعرضوا للتحرش. واخر تقرير عملته مؤسسه ادراك للتنميه والمساواه بالتعاون مع المركز المصري عن جرائم العنف اللي بتحصل ضد الستات والفتيات، رصدوا خلال الدراسه دي ان في 182 واقعه تحرش بتحصل في اماكن عامه، و36 واقعه تحرش بتحصل مع الستات من الميكروباصات او التكاتك او اوبر او الاتوبيسات، وده يا معلم يوميا، وما خفي كان اعظم. وخد بالك ان ده في 2013، يعني ممكن دلوقتي تضرب الموضوع في 3 10 في 100 كانه تعويم جنيه بالظبط كده. في حوالي 4% من كل الموظفات اللي شغالين في مصر في كل القطاعات اتعرضوا للتحرش في الشغل. فطبعا لما تيجي تقارن التقارير دي في 2013 بدلوقتي هتلاقيهم انهم ما كانوش ملمين بكل حاجه، لان ما كانش فيه وعي كبير زي دلوقتي. دلوقتي البنات بقت بتوثق كل حاجه، سواء بقى لما بتبلغ الشرطه ورجال الامن بيقفوا معاها وبيجيبوا متحرش وبيعملوا معاه الصح، او حتى لما بتصور ده وتنزله على السوشيال ميديا. وبرضه صفحه وزاره الداخليه بتستجيب بشكل سريع جدا، ودي حاجه نفتخر بيها جدا ان شرطه بلدنا واقفه معانا قدام كل الجرائم اللي بتحصل، خصوصا مع اعضاء المراه، وده طبعا بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. فبصي بقى، حالات التحرش دي كتير جدا، وانا عارف دلوقتي انك ممكن تكوني بتتفرجي على الفيديو وقاعده في الميكروباص وجنبك واحد متحرش. فلو انت تعرضتي لاي محاوله تحرش ومكسوفه تتكلمي عنها، ابعتوا لي على الفيسبوك والانستجرام وتكلموا معايا، وانا هتكلم عن حالات التحرش اللي بتحصل معاكم دي كنوع من انواع الدعم النفسي، عشان تعرفوا ان انتوا مش لوحديكم. واوعدكم ان هويه اللي هيبعت الرسائل مش هتكون معروفه خالص. وبس بقى شيكس، عايز تعمل لايك اعمل، مش عايز تعمل براحتك. عايز تعمل كومنت تشاركنا برايك يا باشا على راسي من فوق، مش عايز يا باشا برضه براحتك. عايز تعمل سبسكرايب اعمل سبسكرايب، اعمل سبسكرايب، مفيش حاجه اسمها اعمل يا باشا، الفيديوهات بتتشاف ومحدش بيعمل سبسكرايب. طب انت عايز تشتمني اعمل سبسكرايب عشان لما انزل فيديو جديد تعرف تشتمني، ما تبقاش عارف من بره، فاهم حاجه؟ بس المهم تفكر لها. تشاو يا شيكس.